انا جاي هنا دراسه فيزا ستودياري. قدمت في مصر عادي وامتحنت امتحان القبول عادي، وجيت هنا فيزا ستودياري واخد هنا بورصه ستودي منحه الدراسه. كل اللي عانيت فيه بس في مصر ان انا حطيت فلوس في حساب البنك وخلاص. الموضوع كلفك قد ايه يا دكتور؟ لحد تذكره الطيران تقريبا كله شاكب راكب بتوثيق الاوراق والحاجات دي 500 يورو 600 يورو، التكاليف كلها على بعض كلها على بعضها 600 يورو. الحاجات دي عايزه بس اللي يشتغل عليها ويشغل دماغه. ما تجيش انت بقى تقول لي اصل انا مش معايا لغه، اصل مش عارف ايه. هو ما قالكش اتعلم ايطالي وتعالى، قال لك معاك انجليزي خلاص اوكي تعالى. في ناس تستسهل وتقول لك ايه طب انا لسه مش عارف ايه، اصل ابن عمنا هناك هنروح له بحر ومش عارف ايه وهنروح. لا القصه دي ما تنفعش. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. يعني انت هترمي نفسك في البحر عشان خاطر كام جنيه؟ طب افرض انت دلوقتي موت، ايه اللي هيحصل؟ ابوك هيزعل عليك وانت هتزعل عليك وهتتحسب عليه كبيره من الكبائر. انت اللي رميت نفسك في التهلكه، محدش ضربك على ايدك، محدش غصب عليك، انت اللي رميت نفسك في التهلكه. وانت اللي حبيت تروح في البحر عشان خاطر ايه؟ الصور جنب الدومو اللي جنب كنيسه اصلا. يعني انت مش صور جنب جامع، انت بدل ما تقول انا رايح اعمل عمره جت الصور جنب الدومو. طب عديت الدومو هتعمل ايه تاني؟ لا اروح اشتغل تحت ايد واحد مصري مفتري هياخدك عتال، مع ان انت بني ادم قادر انك تدرس وتذاكر وتشد على نفسك وتيجي هنا معاك فيزا ستودياري، معاك فيزا لافور، معاك اي حاجه تبقى واقف بطولك قوي.